أهلا بكم خوتي. كنتمنى لكم سنة سعيدة. اليوم بغيت نهضر معكم في واحد القضية اللي شحال هادي ما درتها، وهي أنني نهضر في الأخبار اللي واقعين دابا. كاينين غادي نهضر معكم بلا حيت بزاف في الانترنت الناس كيهضروا في هاد المواضيع، وكاين بزاف ديال اللغات الخشب. بنادم كيكون عنده اليوم رأي غدا كيبدلو. فنهضر معكم في القضية تاع التدريس تاع الشلحة في المدرسة وفي الإعدادية والليسي اللي قربات. قضية سبتهم ليليا، القضية ديال نيمار، الفضيحة ديال نيمار في البرازيل، الكورونا في ألمانيا وشنو واقع، والقضية ديال اللقاح. فكنتمنى تبقاو معايا، يكون المواضيع زوينين ونهضر معكم بداك الآراء ديالي بلا لغات خشب. ومرحبا بكم. اهلا بكم خوتي في هذه الحلقه اللي غتكون فيها اللي درت اللي شحال هادي ما درتش بحالها، واللي غتكون خاصه بشي اخبار اللي واقعه في هذه الساعه هذه، كتهم المغرب والمنطقه اللي مجاوره للمغرب والعالم. الخبر الاول اللي بديت به هو في الجزيره، مكتوبه ان قتلى وجرحى في انفجار ضخم يهز مطار عدن لحظه وصول الحكومه الجديده. المهم باختصار اللي ما عرفش الموضوع، هو أن كان واحد الحكومة دارت القسم في السعودية عند الرئيس اليمني اللي سميتو عبد ربه. ومني جات باش ترجع لعدن لأول مرة، باش ترجع لليمن ورجعت المطار عدن، وقع واحد الانفجار، وداك الانفجار ماتوا فيه على الأقل 26 واحد. طبعا جميع المؤشرات كتقول أن اللي دار الانفجار هما دوك الميليشيات الحوثية، اللي تابعة اللي متابعة لإيران، يعني لأنهم غالبية شيعية فهم تابعين لإيران. ودار واحد الانفجار اللي ماتوا فيه 26 واحد. اليمن دابا راه مقسّم، لأنه كاين واحد التصارع بين الأطياف ديال المجتمع. كاين الجنوب، كاين شي ميليشيات اللي هما مع هاد الحكومة، ولكن واخا هكاك باغيين يكونوا يستقلوا على الشمال ديال اليمن. كاين الميليشيات الحوثية، وعاد كاين الميليشيات في الشمال اللي هما مع السعودية والإمارات. ولا كتشوفوا الخبر تاع الجزيرة، طبعا الجزيرة بانت لي بحال اللي متحيزة شوية من خير. خصك ملي كتقرا الخبر كيبان لك أن الجزيرة اليمن متحيزة. فشوفوا مثلا هذه الجملة هذه: وتدور الحرب في اليمن بشكل رئيسي بين المتمردين الحوثيين المتهمين، يعني راه فهمتي بحال الجزيرة كتقول لك راهم متهمين بتلقي دعم من إيران وقوات الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف الإماراتي السعودي. يعني فهمتي أن هادوك مدعومين من التحالف الإماراتي، فهو حاجة مؤكدة، ولكن الأخرى راه غير متهمين، وحنا عارفين أنهم طبعا. وإيران ما كتخبيش داك الشيء أصلا. إيران هي اللي خلات طبعا مثلا داك التدخل الإيراني في ديك المنطقة، هي اللي خلى مثلا البحرين أنها تقترب من إسرائيل والتحالف الأمريكي، حيت في البحرين الشيعة هما الأغلبية، وكانوا في ديك الربيع العربي كانوا ناضوا. والسعودية اللي عاونت أن البحرين تخمد ديك الثورة اللي كانت غالبيتها من الشيعيين. ودابا يعني البحرين ضروري خصها تكون تابعة للإمارات والسعودية سياسيا، لأن كتحمي راسها بهذه الطريقة هذه. وإيران طبعا كتستغل حتى هي الدين والمذهب الشيعي في المآرب ديالها السياسية، كيما كدير نفس السعودية حتى هي. بجوجهم كيستغلوا الدين في هاد باش يوسعوا السيطرة ديالهم على المنطقة. المهم هذا هو الخبر، للأسف ما فيه شي حاجة زوينة تقال من غير هادشي اللي قلت لكم. الحدث إرهابي، ماتوا ما تقاسوش دوك صحاب الحكومة، ولكن ماتوا 26 شخص اللي خدامين في المطار، بين عسكر بين ناس عاديين مساكن خدامين. للأسف هادو هما التفجيرات الإرهابية، باش بغاو يخلعوا ديك الحكومة باش ما يرجعوش لعدن، زعما راه حنا اللي مازالين حاكمين. فالحوثيين هما اللي نظموا هذا الانفجار هذا. ندوزو للخبر الثاني، هو على الأمازيغية. هذا الموضوع اللي ديما فيما درت شي حلقة عليه كيجيو الكومونتيرات شويه بحال قلتي واحد الموضوع اللي كيدير واحد جوج ديال القطبين. واحد القطب، المهم الخبر باش قبل ما نبدا فيه، كيقول انه رئيس ترأس كل من سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية المهم والتكوين المهني وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية اجتماع. واحد الاجتماع اللي هضروا فيه كيفاش يديروا ديك اللغة الأمازيغية أنها قد تقرى في الأسلاك الثلاثة، يعني في المدرسة الإعدادية الليسي.
في مناطق كثيرة. و وطبعًا للأسف كتشوف شي كومونتيرات مثلًا هنايا كتشوفهم كيقول لك واحد كيقول لك يجب تعميم اللغة الإنجليزية هي الأفيد، يعني ملي كتكون القضية كتهضر على العربية فما كيكونوش ديك الساعات الإنجليزية هي الأفيد، ملي كيكون التعريب ملي كنقراو الماط أو إنك تقرا لانفورماتيك بالعربية فهداك ما كيكونش الإنجليزية، عاد كيتفكروا الإنجليزية. واحد الحاجة مثلًا الدول الإسكندنافية كيقريو اللغة ديالهم، ماشي ضروري الأمازيغي تقرا بها العلوم بحال العربية، بحال الفرونسي براسها، يعني الفرونسي اللي متقدمة بزاف على العربية وكنكون مع الإنجليزية في تدريس العلوم. و ولكن أنا كيجيني بحال واحد النفاق، يعني واحد النفاق كاين في هاد التعاليق اللي كيستفزني شوية باش ما نكذبش عليكم، واخا ما كان مثلًا هنا كيقولوا شي واحد شنو كاتب هنا لا تتعبوا فوالا لا تتعبوا أنفسكم أعمالكم كسراب ومشاريعكم ستفشل كما فشلت كل المخططات منذ أكثر من 18 سنة لأن ما بني على باطل فهو باطل. فبحال قلتي اللغة تاع هاد البلاد اللي كبرات في هاد البلاد اخترعت في هاد البلاد واللي ديال هاد البلاد هادي فولات باطل وفهمتي بحال مؤامرة مؤامرة صهيو أمريكية تن 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 ديك الهضرة الخاوية اللي كنا كنسمعوها في القرن اللي فات وشي وحدين غير كيعاودوها ودابا هو دخلتي معاه في الموضوع فهو ما فاهمش كاع علاش كيهضر باطل باطل، ولكن شنو لغة زعما تاع البلاد هضروا بها جدودنا. وشي وحدين كيلعبوا على ديك النقطة تاع وباش تقرا واش نقراو الريفية ولا السوسية ولا ولا الشلحة. طبعا هما راه الناس اللي كيديروا هاد اللغة اللي خدامين عليها راه كيديروا لغة واحد اللغة مشتركة دوك الجمل المشتركة وبحال جميع اللغات راه العربية حتى هي راه شكون اللي كيهضر بالعربية شكون اللي كيقول صباح الخير يا أمي في الصباح حتى عاد ما كيقولها. فكاين الدارجة كاين واحد كيهضر في تونس بلهجة أخرى كاين في السعودية كيهضر بلهجة أخرى والعربية براسها راه كاين بزاف د اللهجات شي وحدة اللي توفقات هذيك ديال قريش حتى بسبب الإسلام. فنفس الأمر كيطبق على جميع اللغات حتى ديك النقطة ديال باش نديرو الريفية عادي كتكون واحد اللغة اللي كتقرا وكاينه اللغة ديال اللهجات ديال كل واحد شنو كيهضر بها في أي منطقة، ولكن كاين واحد اللغة مشتركة يمكن يتفاهموا عليها. والمشكل اللي ما فاهمينوش بزاف الناس أنه كنظن أنه نفاق أكثر ما فاهمينوش لأن عارفين أن شي بلاد ولا ما عندهاش الثقافة ديالها ولا خسرات الثقافة ديالها فكتولي تابعة ثقافيا لجهات أخرى. وهادشي اللي واقع في المغرب كتشوف دابا دوك الميليشيات اللي وقعوا في طنجة واحد باغي يدير تفجير إرهابي هنا واحد باغي يدير تفجير هنا فهذاك بسبب أنهم تابعين ثقافيا للمشرق. كتشوف شي واحد مهتم مثلا بالقضية الفلسطينية اللي حنا كنتضامن معاه أنا كشخصيا كنتضامن مع الشعب الفلسطيني ولكن ما كنتضامنش معاه حيت ما كنكذبش عليكم انا كما كيقولوا اللي كيشطح ما كيبدلش وجهه. انا كنت كنقولها قبل وكنقولها دابا وغادي نقولها من بعد. انا بالنسبه لي المغرب في السياسه مثلا رئيس الوزراء المغرب هو رئيس وزراء المغرب يعني كيسهر على المصالح ديال المغرب. يعني ان كل واحد من حقه يكون متعاطف مع القضيه الفلسطينيه كاين اللي كيعطيها واحد الاهميه كبيره كاين اللي ما كيعطيهاش اهميه كبيره كاين اللي ما مسوقش كاين اللي عنده بحال داكشي اللي وقع في رواندا ولا اللي وقع في البرازيل ولا اللي وقع في فلسطين عنده نفس الحاجه كل واحد وكيفاش. ولكن الدوله راه كترعى هي المصالح ديال المغرب وانا كنت مع هاد القضيه تاع التطبيع. انا بالنسبه لي لو كان المغرب يستافد منها فعلاش لا ما كانش يستافد منها لا. فالمغرب كنظن انه مستافد من قضيه التطبيع لانه استافد سياسيا في ديك القضيه تاع في قضيه تاع الصحراء بطبيعه الحال. وحتى شي مشاريع يكونوا اقتصاديه ونقل التكنولوجيا. ولكن المهم باش ما نبعدوش على الموضوع ديالنا بالنسبه لتدريس الامازيغيه فانا معاه طبعا كما كتعرفون الاصل تاعي امازيغي بحال الاغلبيه ديال المغاربه وفرحان انه كنتمنى حتى ولا ما تقراش الامازيغيه في هاد العشر سنين هادي فغادي تموت غادي تموت من هنا واحد 20 30 عام غتموت لان الاغلبيه تاع الناس ولاو كيهضروا الدارجه والامازيغيه باش تحافظ عليه الطريقه الوحيده باش تحافظ على شي لغه هو بالتدريس ما كاينش شي طريقه اخرى. اللغه ما كتدرش كتموت صافي سالينا. دونك العلوم حنا ما كنطالبوش ان الامازيغيه العلوم تتقرب الامازيغيه حتى واحد ما كيطالب بها
وتعود ما كيطالب حتى بحاجة أخرى، كتعلم غير اللغة أنها يبقى محافظ عليها. كما قلت لكم الدول الإسكندنافية كدير بحال هكاك، السويد، النرويج، جميع الدول كيقريو اللغة تاعهم ديال البلاد ديالهم، وفي نفس الوقت كيقريو مع الإنجليزية. كتلقى السويديين اللي كيهضروا 4 اللغات بسهولة، 3 اللغات، 4 اللغات. حتى الفرونسي مثلا، الإنجليزية، العربية، الأمازيغية، علاش لا، ولادنا يهضروا بهم. وديك الساعات كل واحد يبحث باللغة اللي كتلائمو. وما كنتمنى ديك الهضره ديال ديك العنصريه المخبعه ديال واحد كيجي كيبقى يقول لك تيدرس الانجليزيه، كي واحد كيبقى يقول لك هذيك الهضره. ها واحد كاتب دابا هاد الامازيغ نستافدوا منها ولادنا ما عرفتيش. المهم ديك الهضره الخاويه تاع فوالا داك الشيء اللي وقع في اليمن هو هذا، هو ديك الثقافه اللي قلت لكم ديال واحد الثقافه خصها تكون مهيمنه وما كتقبل حتى ثقافه اخرى. وهي الثقافه المشرقيه ديما دايره هكاك، ولا ما ولا سكتي لا كتاكلك بالعربيه، باش بلا ما نبقاو ندورو على الموضوع. ولا ما سكتي لها كتاكلك. فانت ما عندكش الحق تهضر حتى لغه، ما عندكش الحق بزاف د الحوايج. فانا كنحيي الحكومه ولا دارت هذا المجهود انها ترجع اللغه الامازيغيه في المدرسه، وكنتمنى يسرعوا. وكنتمنى من دوك الجمعيات المعاهد الامازيغيه يضغط انه تبقى هاد الامازيغيه كتقرا. ندوز دابا للخبر اخر اللي هو تاع اللاعب البرازيلي نيمار. فنيمار بعجاله كان تضرب في واحد الماتش، فمشى للبرازيل خد العطله قبل ما من صحابو. فمشاو وخرجت واحد الاخبار انه في واحد الفيلا تاعو دار حفله على 5 ايام، يجي في هاد الحفله بين 150 و 500 واحد. والبرازيل من الدول اللي عرفت بزاف ديال الاموات بسبب هاد الكورونا، فالناس ما تقبلوهاش وتعرض لواحد الانتقادات كبيره في البرازيل. الشعبيه تاعو هبطات. هذا كيبين لك واحد من عايش في واحد العالم بعيد، ما كيفكرش في الناس. ونيمار ديما كان هو هكا شويه ما بغاش يكبر، بحال كنقولوا ما بغاش يكبر في عقله. واحد اللاعب من احسن اللاعبين، هو تقنيا راه احسن كاع من بزاف د اللاعبين، احسن من رونالدو، احسن من ميسي، احسن من يعني لاعب اللي كيقدر يعني يدريبلي بواحد السهوله بحال اللي يلعب مع الدراري الصغار. ولكن العقليه تاعو ما عاوناتوش. وهو عاوتاني دابا وقع عاوتاني في مشكل اخر، راه يوقعوا له مشاكل مع دوك الناس اللي كيحتضنوه، دوك النايك وشركات اخرين. و وتلقى بزاف الانتقادات هنا في الصحافه الفرنسيه، وغادي تاثر على السمعه ديالو. هذا هو خبر صغير باش نبدلوا شويه الموضوع. كاين ندوز عاوتاني خبر اخر في المانيا اللي كانت هي من احسن التلاميذ ديال كورونا في اوروبا في الاول، في الموجه الاولى. ولكن اليوم ولا عندها اكبر عدد الاموات في اوروبا. اليوم 964 واحد مات في ليله واحده. يعني عدد كبير في نهار واحد، باردون. و32 الف حاله وانتم كتشوفوا موزعه على المناطق. في المانيا اللي كانوا بزاف اللي كيقولوها، شوفوا المانيا عندها اسره، عندها 25 الف سرير. ولكن واخا 25 الف سرير ما كافياش قدام الكورونا، حيت خصوصا ان المانيا الشعب اللي فيه بزاف ديال الناس كبار في السن. وكنظن ان الامور تبقى غادا بحال هكاك حتى اللقاح عاوتاني. اللقاح يحل الامر بحال ديما في التاريخ د البشريه. بزاف الامراض، فاما داك المصل اما داك اللقاح هما اللي حلوا، ولا الانتيبيوتيك هما اللي حلوا المشكل. فانا كنظن اللقاح هو اللي يحل المشكل. المانيا ماشي بحال فرنسا. المانيا كنظن واحد 60 حتى 70% ديال الناس هما موافقين على اللقاح. لا فرنسا مثلا 40% اللي بحال ولات منتشره واحد الظاهره تاع دوك نظريه المؤامره، مثلا ان ماكرون مدير هذا الشيء غير حيله، باغي يعطي واحد المليار ولا جوج لواحد الشركه امريكيه ديال اللقاح. هضره طبعا انا ما كنامنش بهذه نظريه المؤامره، حيت حتى حسابيا فماكرون ماشي مكلخ. مثلا كاين شركه توتال، شركات كبار ديال لوي فيتون، اوريال، شركات ديال لوطيل ديك اكور. هذوك عندهم واحد رونو، عندهم واحد التاثير كبير 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 كبير، وعندهم واحد اللوبيات ضخمه. فما يمكنش ان يضحي بهم كاملين ومئات الملايير ديال الاوروات باش يعطي واحد المليار لواحد الجروب فارماسيوتيك ديال الميريكان.
فاللقاح أنا بالنسبة ليا بحال شي وحدين كيقول لك واحد راه ما جاش معاه، راه في أخباركم إلا عطيتو الكاوكاو ياكلوه ل100 واحد، كاين بين 1 و3% اللي عندهم الحساسية من الكاوكاو، يعني شنو الكاوكاو كنقولوا له. فعادي أن اللقاح لو ضربوه 100,000 واحد يقدر واحد 700 ولا 600 شخص ما يجيش معاهم، يجيهم السخانة بزاف ولا يجيهم شي أعراض أخرين، ولكن هذا هو اللقاح. ضروري شي وحدين كيجيهم أعراض عندهم حساسية من شي حاجة، هذه دايما كاينة وغادي تبقى كاينة. ولكن ملي كتشوف الصورة العامة كتلقى مثلا 100,000 تلقحوا، واحد 300 واحد اللي يجيهم شي أعراض صغيرة، وواحد 5 يجيهم أعراض صعيبة، ولا جا 100,000 الكورونا 100,000 واحد فغادي يموتوا شحال يموتوا 1000 فوالا يموتوا سور 1000 1500 غادي يموتوا مخنوقين وداك الشيء. فالواحد خصو يشوف الصورة العامة. وانا كنشوف شي فيديوهات كيدوروا بزاف هادشي ديال الواتساب وبنادم كيقول لك ماتوا 5 هنا، ماتوا 6 هنا، ماتوا 7 هنا، وديك الهضره الخاويه، ودوك الشعبويين بحال رئيس البرازيل اللي قال لك كورونا سيحولكم الى قردة، ديك الهضره الخاويه. ماشي كورونا، التلقيح. فالهضره الخاويه ديال بنادم بحال اللي ما كيتعلمش من التاريخ. راه كنموتوا الناس، شوفوا جدودنا كانوا كيموتوا لهم 3 4 الدراري صغار عادي، كاينوا كيولدوا 8 كيموتوا 4. فملي جا اللقاح ما بقاوش كيموتوا، ما بقيتيش كتولد 4 الدراري وكيموتوا لك 3 ولا 2. شنو اللي تغير؟ ان ولينا كنتلقحوا ضد بزاف الامراض اللي حيدهم الانسان، بحال الطاعون مثلا وامراض اخرين بزاف. واخا الطاعون ماشي باللقاح بداك المصل. المهم فوالا هي المانيا حتى هي مسكينه كتعاني. قال لك كاينين تزاد تاجل كيفاش زادوا داك الحجر ديالهم ديال المانيا، واحد الحجر نسبي حتى ل10 شهر واحد، طولوه حتى مور الاحتفالات ديال راس العام. كاين خبر اخر ديال اسبانيا والمغرب اللي نايضه بيناتهم حتى هما في داكشي ديال سبته. كنظن انه مجرد تصريح. عندي انا جوج ديال الافتراضات لهاد الهضره اللي قال العثماني. يا اما قالها حيت مثلا ديك القناه السعوديه اللي كتهضر معاه قالوا له ايوا وكتهضروا على الصحراء وعلاش ما هضرتوش على سبته ومليليه، فبغى يقول لهم ديك وراه حتى سبته ومليليه غادي نهضروا فيهم من بعد. او الافتراض الثاني ونيت حيت اصلا كاين بين اسبانيا والمغرب بزاف د المشاكل هاد العام الاخر. او الافتراض الثاني اللي هو تاع مع هادشي اللي نايض، حيت شي وحدين كيلعبوا على ديك القضيه ديال اسرائيل والمغرب، فالعداله والتنميه حس براسو محرج بهذا الموضوع، فبغى يغطي عليه بموضوع سبته ومليليه. طبعا شفت التعاليق شي وحدين كيقول لك لا راه خصنا نستغلوا ان اسبانيا ضعيفه وهذا ونهجموا. دابا الهضره ماشي واقعيه الخوت، الهضره ماشي واقعيه نهائيا. غير حاجه وحده، اسبانيا داخله في حلف الناتو، غير هذه راه خصك كتحبس الموضوع من ناحيه ان المغرب دابا يقدر يهجم على اسبانيا ويحرر سبته ومليليه. حلف الناتو يعني انك لو هجمتي على اسبانيا كتعتبر بحال هجمتي على فرنسا وانجلترا وتركيا وامريكان. فالمغرب ما عندوش داك الثقل السياسي والعسكري اللي يواجه هذه القضيه هذه. فهذا بحال قلتي موضوع ما كنظنش انه غادي يعطي حتى حاجه حاليا، ما كاين حتى حاجه غادي توقع. والايام بيناتنا المهم على الاقل فهاد 30 40 عام اللي جايه. فكنظن حتى السكان المحليين سبتهم مليليه ما عرفتش واش انهم ما عرفتش انهم واش موافقين انهم يرجعوا للمغرب، ما عرفتش. خص واحد يدير تما شي استفتاء. كتشوف اسبانيا مكلاسيه 20 في الجيوش. طبعا هذا الكلاسمو هذا ما معتمد على شحال كتصرف الدوله على الجيش وشحال ديال العدد بالنسبه لعدد السكان ديالها، وشحال كتعطي من البي بي، من داك شنو سميتو، من الدخل ديالها على العسكر. كتشوف شي دول مثلا عندهم نفقات كبيره بحال السعوديه، بحال الجزائر، ايران، امارات، تركيا، فرنسا، كيعطيو واحد الاهميه كبيره للتشييد العسكري. واسرائيل طبعا حيت عندها واحد العداوات. كولومبيا اللي كنت كنتوقع، ولكن كنظن كولومبيا حيت عندها دوك البارونات ديال الحشيش، ديما داخله في حرب معاهم. فهذا المهم، هذا الشيء اللي كاين بالنسبه الاخبار اللي بغيت نهضر عليهم. وشكرا لكم على المتابعه، وكنتمنى لكم نهايه اسبوع وبدايه سنه سعيده. شكرا لكم.